السلام عليكم، ازيكم يا شباب. فيديو النهارده فيديو مش عادي، لان فيديو النهارده ولاول مره يكون جاي لنا ضيف على القناه، وهو الاسطوره اخويا ابو جمعه. يا جماعه اخويا ابو جمعه بقى يا جماعه جاي لنا التحدي في الفيديو دوت، وبيتحدانا ان احنا نحاول ننفذه في الفيديو دوت. تمام، فيلا بينا نشوف ابو جمعه بقى قال لنا ايه. ازيكم يا رجاله، اخباركم ايه؟ لاول مره معاكم ابو جمعه على قناه عموره. في تحدي جديد يا رجاله مني لعموره ان هو يفوز جيم بلاي في وجه لوجه لحد ما يوصل لبطل اف سي موبايل، يلعب باقصر حارس في اف سي موبايل. هيكون الحارس ده يا رجاله كامبس، ايا كان اي اوفر ليه يا رجاله يجيبه ويعمل بيه تحدي، وان شاء الله يا رجاله يوصل لبطل اف سي موبايل. تمام. وطبعا لو خسر رجاله هيشحن لحد من متابعينه في قناته 1000 اف سي بوينت. تمام. لكن لو كسب يبقى هو كده كسب التحدي. وما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك، ونوصلوا ان شاء الله يا رجاله 20000 مشترك في خلال شهر رمضان. وبس كده، اشوفكم في الله والسلام عليكم. زي ما شفتوا يا رجاله، اخويا ابو جمعه بيتحداني ان انا اوصل لبطل اف سي موبايل، فاحنا لسه في بدايه الموسم باقصر حارس في اللعبه، اللي هو الحارس ده اصلا بيعتبر نص الفريق حرفيا. فيعني باذن الله خير وما نروحش في داهيه. تمام. التحدي ده مش هتفرق معايا يا ابو جمعه، انا بقول لك اهو من الاول، وباذن الله هنجح في التحدي. يلا بينا بقى على الفيديو. يلا بينا يا رجاله على الماتش الاول. وزي ما انتم شايفين احنا هنا اسطوري 3 بنجمه واحده ومعانا 6 نقط. تمام. فيعني لو كسبنا الماتش ده هنطلع بقى على اسطوري 2، فباذن الله نكسب. ويلا بينا. يعني معانا معلم ادم ومعاه خالد زينا، الله اعلم ده انهي نسخه، ولكن باذن الله خير. وصلى على النبي واحد الله. ويلا بينا بقى على اول ماتش. يا عم انت بتعمل ليه التاكلينج ده؟ موقف رجلك يا حبيبي. يا عم ما تسيبناش، العب بالرفا. يلا يا رفا يلا. يلا يا رفا يلا يا ابن اللعيب، يا ابن اللعيب. يا رب مندم، يا رب مندم، لان انا هببته ده. رونالدو بيقطع من ميسي. يا ابن اللعيبه، روح على ميسي يلا. يلا ميسي انت والجون، انت والجون انا ميسي. والله انا افعلها. يا ابن اللعيبه، مش ميسي اللي ضيع برضه يا جدعان. كوكوريا يا جدعان رخم قوي يا جدعان بجد. كل عم العب قصاده اللي بيبقى بامانه صعب، فاهم؟ تلم في الحقيقه وفي اللعب. يا عم انت شايف الدنيا كلها بتلعبها لده. يا ولد يا كركيز. يرجع بقى عشان ايه؟ في صغيرة وراك وحشة الصراحة. يا ولد يا خولد. وبينتهي الشوط الأول يا جماعة بال1-0 لصالحنا. يعني أنا هجرب ألعب خولد على الجالي من سنة، والله ما لعبتهاش، معرفش ايه الفرق، بس أنا هجرب أخلي خولد مع ميسي والبايك مع الرافا. فيلا بينا. روح روح بقى من الدستور. انت جاي تعمل ايه؟ توقعها اللي هو توقعها. يلا يا بايك، يلا يا بايك. روح على رفا، العب للرفا. يا ابن الادب ما شاتش ليه؟ طب شو انت طيب يا جدعان؟ ما شاتش ليه يا جدعان؟ يا لهوي. طب حلو ان خالد ما راحش. حلو حلو. الحمد لله الماتش خلص يا جماعه بنتيجه 1-0 لينا، وبكده ده اول فوز. باذن الله هنستمر على هذه السلسله. وفكرت لسه ما عملتش لايك، فانزل لايك دلوقتي وسبسكرايب في القناه. تشكيلة المعلم الأسطورية بتيجي بأوفر 120 ومعاه العويران وراؤول. اوكي. يا لهوي على الغلطات الوحشة، يا لهوي على الغلطات الوحشة يا جدعان. الواد عمال يرجع عمال يرجع، مش واخد بالي ان احنا على 18 برضه. يا راجل والله العظيم، والله بتتكلم جد والله. يا الله يا ابيض، ده كامبوس شفاف يا جدعان مش موجود. خلاص بقى يا عم، خلاص بقى يا عم بقى يا هبا يا جدعان. يعني لعبة تقيلة قوي يا جدعان. انتهى الماتش يا جدعان بنتيجة خسارتنا للمباراة، ليس أكثر ولا أقل. خسرنا المعركة ولكننا لم نخسر الحرب.
تضيعها، تضيعها، ده اللي ناقص. شوف بقى الدنيا عنده خفيفة ازاي، بيلف وشه يعني بصرف النظر ان هو غلط، بس يعني شوف بيغير اتجاهه في ثانية ازاي. انا بقى عشان اغير اتجاهي وشوف فيفا بيصد بايده من بره ال 18. يا جدعان ازاي؟ مفيش فشختوا الفيزياء، فشختوا الكورة، فشختوا قوانين الفيفا، مفيش حاجة ما فشختوهاش. يعني كل يعني دي المفروض فيها طرد اساسا، والحارس بقى يعني الله يسهل له بقى مين اللي هيقف. بس يا جدعان يا عم بتلعب بجيمس يا حبيبي. اتفرج اتفرج يا جدعان يعني مش عارف، مش عارف. يا عمي ماشي. شوت، شوت وبطلوا حزق. يلا يا جدعان نخطف جون. بص بقى انا هعلمك التيكي تاك. رافينيا هيعمل ايه على الهادي؟ احمد خلت، خلت يا جدع لجريزمان كده فاضي هيلعب له، يقوم عامل السكلايه ديت، يقوم يعدي من فيديتش، يقوم يتقابل بجريزمان، جريزمان يخلص. ايه رايك؟ اظن بقى فير انف يعني. يلا يقوم راح جريزمان رايح الجريز يعمل كده وانا ابص لك. برضه اجيلك ده رمضان بينور بيك، وحشني يا ملك الحكايات، عايشني سفرك والمسافات، مش قلت جايلي واديتني وعد، يا واد وحشني نكون مع بعض، جايلك حالا مش هتأخر، دي الدنيا كلها هتنور. وبينتهي الماتش عزيزي المشاهد بنتيجة ال4-0، وبكده يفصلنا نجمة واحدة بس عن البطل فيفا. ايه ده انا لو اتعادلت اصعد، استنى، ده انا لسه واخد بالي والله، ده انا لسه فاكر ان انا كنت 7 نقط. طب يا رب ما اخسر، يا رب ما اخسر، يا رب ما اخسر. هتلاقي في مساحة، رافينيا هيجي يقوم راح مهوش، يقوم راح راجع تاني، يقوم راح معدي، يا سلام يا سلام يا سلام، هيلاقي سليفا، يقوم راح معدي عامل كده، هتقابل الشبكة تصدق. طب اتعادل طيب، انا راضي والله، يعني تبقى طمرت قوي يعني لو انا اتعادلت. تعمل ايه؟ ازاي؟ يا اسطى حرام عليك يا اسطى، يا عمي يا اسطى حرام، كنت هصعد يا اسطى. ماشي احنا كده كده لسه نجم برضه. ماشي ده اخر ماتش خلاص بقى، ده اخر ماتش حرفيا، اخر ماتش ده، اخر ماتش الجاي ده باذن الله لو انا كسبت قشطه كان بها وصعدنا بطل فيفا. خسرنا انسى بقى زيرو، وانا كده حفلت التحدي، لان انا بجد ده مش منظر جون يدخل فيا من الاخر يعني. حط، لا يا اسطى دي العارضه الكام تضيعها، دي العارضه الكام تعملها بنفس المنظر اللي مش يعني طب يعني ايه صح خالد مش كده؟ لا جهاز خرج، ما هو حقه بقالك 40 سنه بصور والجهاز 4%، ويعني طب انا بص كروت خالد دي اعتبرني وظفت وجبتها جون والماتش خلص وانا كسبت، لان بصراحه الوضع بقى لا يحتمل كده، وبكده كون انا كسبت التحدي فاهمني، وارفع النضاره اللي انا اصلا عايز اكسب عشان النضاره دي بس، وما همسكها اعملها كده فاهمني، واعمل لك كده بس كده، انا كده كسبت التحدي عزيزي فاهمني. ونعمل بقى كده اي حاجه، المهم ان احنا كسبنا التحدي. قول لي في الكومنتات احنا كسبنا ولا لا، بس هو احنا كسبنا يعني باذن الله. واضغط بقى على اي فيديو في اي حته هنا وان شاء الله يعجبك، وباذن كده السلام عليكم.